السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج. طول عمر امريكا لما بتحب تتدخل في حاجه تخص الشرق الاوسط بتدخل وهي عامله دماغ سياسي، تقعد تهرتل شويه وتوزع حلول من نوعيه ايه؟ بسم الله ما شاء الله، يلا كل واحد ياخد نصيبه ويمشي. تعالوا احكي لكم قصه صغيره عشان دايما نبقوا فاهمين ايه اللي بيتم من ورا الكواليس. كان يا مكان في سالف العصر والاوان كان في رئيس امريكي مختل عنده احلام اكتر من جنكيز خان، اسمه ترامب. الراجل رجع للكرسي وهو مسعور، حاسس انه رمسيس ناوي يحكم العالم كله. قراراته اللي بتيجي مفاجأة زي فاتورة الكهرباء كده اخر الشهر. صحى من النوم فجأة وقال ايه ده؟ ايه حكاية الفلسطينيين؟ هي لسه مشكلتهم ما اتحلتش؟ لا ما اتحلتش. طب خلاص احنا نحلها. طبعا ترامب لما يقول انه هيحل مشكلة يعمل ايه؟ فده معناه انه هيبعت راجل من رجالة البيت الابيض ومعاه ورقة وقلم وخريطة ويقول يلا نرسم حدود جديدة. وطبعا بما انه هيقدر يرسم حدود بين اسرائيل وفلسطين بطريقة تخلي كل الناس مبسوطة، قرر انه يحلها باسهل طريقة في دماغه: نرحل الفلسطينيين ونفضي غزة. ترامب قال ببساطة الحل المثالي هو انه يشيل الفلسطينيين من غزة ويوديهم فين؟ يوديهم اجمل مكان واحلى مكان، وطبعا مش هيلاقي احسن من مصر والاردن. وبعدها يبني بقى في غزة ريفيرا الشرق الاوسط. الله عليك وعلى قراراته. طبعا قراراته دايما بتبدا بنفس الطريقه المعتوهه والمعروفه بتاعها: انا عندي حل عبقري. الحكايه مش جديده اصلها، لان فكره تهجير الفلسطينيين كانت من زمان جدا، قديمه جدا، من ايام الاحتلال البريطاني، لما الانجليز كانوا شايفين ان الحل بسيط جدا. بدل ما ندي الفلسطينيين دوله، طب ليه ما نوزعهمش كل شويه في مكان، شويه هنا وشويه هناك؟ هو ده اللي عايز يعمله ترامب حل. بينفذ الخطه اللي وضعها جيور ايلاند من 2008، واللي كانت بكل بساطه ان غزه تتحول لجحيم علشان ما حدش يقدر يعيش فيه ويسيبها والناس يعني نقطع عنهم الميه، نقطع عنهم الكهرباء، البنزين، المدارس، المستشفيات، كله. وبعد كده نقول لهم يا جماعه هو انتوا قاعدين ليه؟ انتوا قاعدين هنا ليه؟ الدنيا هنا بقت وحشه، ما تمشوا احسن. بس المشكله ان الفلسطينيين فاهمين الكلام ده كويس وعارفين ان هم ما ينفعش يسيبوا ارضهم تحت اي ظرف من الظروف، علشان كده قرروا يفضلوا ثابتين في ارضهم. خلينا نرجع لورا شويه كمان. سنه 1937 اللورد بيل في بريطانيا قرر انه الحل الامثل وقتها تهجير الفلسطينيين للاردن، وقال للعرب ايه وقتها؟ ايه رايكم ناخد الفلسطينيين ونحطهم عندكم؟ ردوا عليه بكل هدوء: هو انت بتوزع علينا ارضنا؟ ناقص تبيعها لنا. الفكره يا جماعه قديمه، مش من دلوقتي، مش حديثه عهد هي، ولا ان هي من اختراع ترامب. لا لا لا، ده مخطط ماشيين عليه منذ سنين السنين. يعني سنة 1948 لما إسرائيل تأسست رسميا بدأت نغمة إيه؟ اللي هم ليه الفلسطينيين هنا؟ وجت سنة 1967 واحتلت إسرائيل غزة، ولقوا نفسهم في ورطة: إحنا احتلنا غزة والناس لسه موجودة هنا ما مشتش، نعمل إيه؟ أنت كنت متخيل عايز إيه؟ بعدها جت سنة 1967 موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي وقتها قعد يفكر: احنا احتلنا غزة بس مش عارفين نصرف ال 400 ألف فلسطيني اللي فيها. طب نقتلهم؟ كتير. طب نرحلهم؟ هيروحوا فين؟ وهنا برضو رجعوا للفكرة تاني اللي هو احنا نرميهم في وسينا. كده كده كانت محتلة تحت الاحتلال بتاعنا. بس المصيبة هنا ان المصريين لما حرروا من الأرض سنة 1973 رجعوا وقالوا محدش لا هيدخل ولا هيخرج إلا من غير إذننا وتحت سيادتنا، دي أرضنا. طبعا الحل العبقري بتاع نرميهم في سينا ده جه، والمصريين وقتها كانوا مركزين في حرب الاستنزاف وبعدها حرب أكتوبر وما كانوش فاضيين للهزار ده. ولما استردوا سينا قفلوا الباب وقالوا اللي هنا يفضل هنا واللي هناك يفضل هناك. الموضوع فضل نايم فترة لحد ما أمريكا في 2008 قالت ايه رأيكم ما تيجوا نعمل مشروع؟ وظهر الراجل جيورا ايلاند تاني اللي كان قاعد في مكتبه بيطفح فنجان القهوة وقال احنا ممكن نخلي غزة مكان لا يصلح للحياة، كده الناس هتمشي لوحدها. نفس الفكر ونفس الاسلوب ونفس النهج بيمشوا عليه جيل ورا جيل بالنسبة لهم. سنة 2011 جات الفرصة تاني للنتنياهو، فكر يجس النبض مع الرئيس مبارك وقتها وقال له ايه رأيك لو فكرنا نوزع الفلسطينيين في سينا كحل للقضية؟ مبارك بص له من فوق لتحت كده قال له انسى، لا انسى. جه ترامب
سنة 2017 واعترف وقال القدس عاصمة إسرائيل وخلاص احنا هنعمل صفقة القرن، وأخذ دعم مالي محترم من المليارديرة الصهيونية مريم أدليسون. وبعدها بدأ التخطيط لنقل الفلسطينيين من غزة. وفي سنة 2023 ظهر جيولا ايلاند تاني وقال بس الوقت ده وقت ذهبي، دي فرصتنا الذهبية، لازم ننفذ الخطة بتاعتنا، لازم نخلي غزة مكان لا يصلح للحياة، نقطع عنهم كل حاجة. ولما الفلسطينيين يلاقوا نفسهم وسط الموت هيتحركوا لوحدهم. المخطط بدأ والضغوطات زادت والاحتلال القذر بدأ يدمر البنية التحتية بالكامل، والناس اضطرت انها تتحرك جنوبا. وكل يوم كنا بنسمع ان في ضغوطات دولية على مصر انها تفتح الباب وتستقبل اللاجئين الفلسطينيين، لكن الرد المصري جه وفقا لما هو صحيح من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي: لا للتهجير، احنا مش هنشارك في تصفية القضية الفلسطينية، دي قضية أمة والفلسطينيين ما بيتنازلوش عن أرضهم. ترامب كان مقتنع إن مصر هتوافق وإنه بكم مليون هيقدر يشتري موقفها، بس هو نسى حاجة مهمة جدا، نسى إن مصر مش بتتصرف علشان ترضي حد، مصر بتتصرف وفقا لمبادئها وتاريخها. تاريخ مصر احنا بنقوله جاءت مصر ثم جاء التاريخ. مصر عارفة إن أي محاولة لإرضاء الكل معناها إنك تتحول لشخص بلا موقف وبلا قيمة وبلا هوية، ومصر ليست كذلك. وقتها ترامب قرر إنه لازم يضغط، فراح هدد مصر. هددها بإيه؟ بقطع المساعدات، وقال إحنا بندم مصر مساعدات وهنقطعها عنها، وكأننا عايشين على المعونة الأمريكية بتاعها. الرد المصري كان هادئ جدا، اللي هو أنت يعني هتقطع علينا المعونة اللي إحنا أصلا مش معتمدين عليها؟ الضغط كان لسه مستمر، والنتنياهو بيحاول يقنع أوروبا كلها إنها تضغط على مصر. الشارع الفلسطيني محتار يروح فين، يسيب أرضه ويتهجر، ولا يدافع عن أرضه ويموت، ولا يروح فين؟ بصراحة في الحياة مفيش حد بيشوفك زي ما انت، كل واحد بيشوفك بعينه، بتربيته، بمستوى فهمه للحياة. إسرائيل وأمريكا شايفين إن الفلسطينيين لازم يمشوا، مش لأن ده الصح، لكن لأن ده هو المناسب لطموحاتهم وأطماعهم. هل من المنطقي إن الفلسطينيين يوافقوا على الكلام ده؟ أكيد لا. زي بالظبط ما مستحيل ترضي كل الناس، مستحيل أي شعب سوي يوافق على التهجير إلا لو قرر يبقى بلا هوية. ترامب فضل يحاول، والسيسي طلع قالها واضحة: العالم كله لازم يعرف إننا مش هنقبل بأي تهجير، الموضوع منتهي والقضية غير قابلة للمساومة. ازداد ضغط إسرائيل على الفلسطينيين، قطعوا الأكل، المية، الكهرباء، وخلاص عايزين يخلصوا على الفلسطينيين. فضلوا يحاولوا يقنعوا الناس إن الحل المثالي هو تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن. في النهاية الخطة فشلت، والعالم كله فهم إن الفلسطينيين مش هيسيبوا أرضهم ومش هيتهجروا، وإن غزة مش للبيع، وإن أي محاولة لحل القضية الفلسطينية هتيجي على حقوق الفلسطينيين هتنتهي بالفشل. أمريكا بتحب تتحكم في العالم وتفرض وجهة نظرها، بس في الحقيقة نظرتك أنت ليها ملهاش علاقة بيها، ليها علاقة بيك أنت، بمدى إدراكك للمخططات دي. مصر ببساطة كانت عارفة إن الحل مش في إننا نغير بلد، لكن إننا نوقف الاحتلال اللي مش عايز يشوفهم في مكانهم الطبيعي. لكن السؤال المهم هنا، تفتكر ترامب وحاشيته هيستسلموا بسهولة ولا لسه في جديد متوقعينه؟ أنا عايز أقول لك على حاجة مهمة، العالم كله دايما بيحب يحكي نص القصة بس. زي الواحد كده يقول لك أنا جبت عربية جديدة، بس مش هيقول لك إنه غرقان في الأقساط والديون بتاعته. أو حد يقول لك أنا مسافر أوروبا، بس مش هيقول لك إنه وحيد ومتغرب. السياسة نفس الفكرة. إسرائيل وأمريكا بيطلعوا يقولوا للعالم إحنا هنحل مشكلة غزة، بس مش هيقولوا لك إن الحل اللي في دماغهم هو تهجير الفلسطينيين وإنهاء وجودهم من بلدهم. هتسمع من أمريكا إن هي راعي السلام في العالم، بس مش هيقولوا لك إن هم بيضغطوا على مصر ولا الأردن علشان ياخدوا لاجئين غصب عنهم. نفس السيناريو القديم، مفيش تجديد. هنحكي النص اللي يلمعنا ونخبي النص اللي يفضحنا. إسرائيل بتحب توضح للعالم كله إن الفلسطينيين عندهم حياة طبيعية جدا تحت الاحتلال. هيقولوا لك عندهم بيوت ومدارس وجامعات، بس مش هيقولوا لك إن البيوت دي مهددة بالهدم
والمدارس بينضرب عليها قنابل كل يوم، والجامعات محاصرة بالحواجز العسكرية. دايما هتسمع نص القصة اللي يريحك، بس مش هتعرف النص التاني اللي دايما بيحرق دمك. في النهاية الحياة مش دايما زي ما بنشوفها، ومش كل اللي بيتقال هو الحقيقة الكاملة. العالم مليان ناس بتحكي نص الحقيقة وتسيبك تتخيل الباقي، بس الحقيقة دايما أعمق وأعد وأحيانا أبشع مما تتخيل. السياسة نفس اللعبة، حد هيقولك إنه بيحارب الإرهاب بس مش هيقولك إنه بيقتل الأبرياء. حد هيقولك إنه بيدافع عن السلام بس مش هيقولك إنه محتل أرض غيره. حد هيحكي لك عن نجاحه بس مش هيحكي لك عن الضغوطات اللي ورا الكواليس. علشان كده قبل ما تصدق أي كلام متلمع اسأل نفسك إيه اللي لسه ما اتقالش وإيه اللي مستخبي، لأن اللي مش بيتقال هو دايما اللي بيغير المصير، فما بالك لو بيغير مصير شعوب. كان معكم محمد قطب.